ممكن تستنى بره شويه. لا، نستنى بره ليه؟ مالك خفتي كده؟ في حاجات مش صح اني اسمعها. انا ما بخبيش عنه حاجه، وبعدين هو في ايه؟ شوف يا ستي، غشاء البكارة عندك فيه قطع بسيط جدا زي ما انا راسم هنا في الورقه. انا شايف ان مفيش مشكله ما دام انتم مخطوبين وهتتجوزوا، وحتى لا قدر الله لو مش هتتجوزوا برضه مفيش مشكله. هي عمليه بسيطه جدا هتاخد ساعه وهتقومي عادي خالص. العمليه دي تكاليفها ملاليم. انا عن نفسي ما باخدش اكتر من 300 جنيه. ساكت ليه؟ ما تتكلم. انت ايه اللي بيدور في دماغك؟ انا بكلمك رد عليا. ما تبصليش كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتأخرتي ليه؟ مبروك يا أمين. مبروك؟ ليه؟ حضري العشاء لأختك. اتعشيت. مش عارفة مبروك ليه؟ هتعمليهم على أمك يا بنت؟ ماما أنا تعبانة وعندي محاضرات بدري وعايزة أنام. إيه حكايتك يا بنت؟ ماليش حكاية. عايزة أنام. مش عايزة تعرفي إن صلاح طلبك للجواز وأنا وافقت؟ مبروك. مش تعرفي إيه اللي حصل؟ هيفيد بإيه؟ مالك يا بنت راجعة مدروخة كده ليه زي اللي مخبوطة في دماغها؟ تعبانة تعبانة. وبعدين انتي مش قابلتيه وقعدتي معاه وطلبتي للجواز ووافقتي، عايزة مني ايه بقى؟ حسنية 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 خرشة نفس اللي بتيجي. يا لهوي يا لهوي هتيجي. ده أنا جيت لك دكتور حالا يا مصطفى يا إبراهيم يا ولاد الحقوني. يا ابني هتيجي في ايه يابا؟ في ايه؟ في ايه يابا؟ مالك يابا؟ مالك؟ هتفضل تقول له مالك؟ روح شوف عربية عشان ننقلها المستشفى. تعالى يابا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مش خايف غير عليك. أنت صعبان عليا. بقالك من يوم ما وعيت على الدنيا ما شفتش مني ريحة. سامحني يا ابني سامحني. أنا قصرت في بيتي ليك. خد بالك من نفسك. بص لمستقبلك وسيبك من الدوشة اللي جواك. لو سمحت سنين الدكتور هيمر. همر عليك بكره. ربنا لوحده اللي يعلم اليوم ده عدى عليا ازاي يا ابراهيم. الدكتور يأكد اني وانت سبتني ومشيت ساكت. ما بقتش فاهمة معنى سكوتك ده ايه. شك فيا ولا لقيتني بتذل وانا بسألك اتكلم. تعبتني فعلا ساعتها حسيت بكل الذل والرعب انك تسيبني او تتخلى عني. لا يمكن أتخلى عنك أبدا يا أمينة. أنا من خوفي عليك لساني اتعقد وما قدرتش أتكلم.
من غير ما احس مديت ايدي عليكي. لو سبتني انا هموت. يا امينه انت مراتي قدام ربنا. بكره هتبقى مراتي قدام كل الناس. مين اللي جاي تطلبها للجواز يا ابن حسنيه؟ جرى اعتدال. في ايه يا ست ام امينه؟ بتتكلمي كده ليه؟ بس خلاص يا اعتدال. ما بسش، هي بيوت الناس لعبه؟ جاي يطلب ايه بنت بأمارة ايه؟ اصل ابوه ولا عزبة المحروسه عمه؟ الله، ايه الكلام اللي مش محترم ده؟ خلاص يا اعتدال. نعم تعال. جواز يا ابني اسمه نصيب، معلش. الجواز محتاج لشقه وعفش، مش عيشه صفيح وحصيره مهربده. اتفضل. شرفت يا ابني. استنى، خد الطفل بتاعك يا ابن حسنيه. كفايه يا ماما، ارجوكي كفايه. انا مش هنسى ان انا في بيته وليه حرمته. انتهينا يا ابراهيم يا ابني، بلاش نكبر الحكايه. مع السلامه. لزومه ايه الترخيص ده يا اعتدال؟ الراجل داخل بأدبه. يا بخير. مش كنا جبنا لها دكتور احسن؟ لا دكتور ولا دكتوره، دلوقتي تقوم وتبقى زي الجن. البن انا محوجاه بالدنيا. سيجاره؟ حكمت المحكمة حضوريا على المتهم الأول أشرف عبد الهادي رياض بالسجن 5 سنوات، وعلى المتهم الثاني طارق رزق الله محمود بالسجن 3 سنوات. رفعت الجلسة. بسيط. ابراهيم اعمل لنا استئناف، خليهم يعلنوا المده. نعم. يبقى زورنا يا ابراهيم انت وعزيز. هنزور. بلغهم في البيت اللي هم منكم لله. قول لهم ربنا يسامحهم، ربنا يسامحهم. مع السلامه. مع السلامه. انا كده هتاخر. استنى. لو انت مش عايزه مش هغصب عليكي. ابراهيم، انا مستحيل اكون لحد غيرك. لا يا ماما. لا يعني ايه بنت شيخ العرب؟ لا يعني لا، يعني مش عايزه اتجوز. ليه بقى ان شاء الله؟ نويتي على الرهبنه ولا عايزه تعنسي؟ مش هتجوز وخلاص. هتتجوزي برجلك فوق رقبتك. مش هتجوز يا ماما. هتتجوزي ونشفي دماغك عشان تشوفي كلام مين اللي هيمشي اكتر. بنتي يا اعتدال. ايوه نمشي. حبلك ده حوالين رقبة البنت يا اعتدال. اسكت يابا، انا مش ناقصه. بعدين البنت تفطس منك وتموت. تموت تروح
في 60 داهيه، اياك اعرف اخلص من الهم اللي انا فيه. صوتك جايب لاخر الشارع. انت هليت؟ تعالى يا اخويا شوف بنتك مش عايزه تتجوز ليه؟ وانت بعملي دي هتخليها توافق؟ مش عاجبك عمايلك؟ وريني يا اخويا عمايلك. لو مش عايزاه بلاش منه خلاص. لا مش كبر منك. ولما هي مش عايزاه دايره تتصرح معاه في الشوارع ليه؟ حسيتي ولا جرى لمخك ايه يا اعتدال؟ انده لها واسالها. امينه الراجل شارينا والعز اللي هو عايش فيه بنت السلطان تتمنى تعيش فيه. سلطان ايه يا اعتدال؟ هو بعت عندنا سلاطين. امينه الكلام اللي بتقوله امك ده صحيح؟ كلام ايه يا بابا؟ ما انت لافه وعارفه، لكن هتعمليهم على مين؟ ما تشوفها بقى كانت ماشيه معاه في ايه ومش عايزه تتجوزه في ايه؟ بس انطقي. بصراحة يا بابا كان في علاقة بتربطني بصلاح بس أنا عمري ما عملت. بالها يا غرزه قدام الناس على الفاضي. انت دول يا اخواتك كنت بشوفك زي الملاك. ملاك ايه وعفريت ازرق ايه؟ الراجل دخل البيت من بابه ما غلطش. تبقوا تغلطوا انتوا وتنطحوا راسكم في الحيط.